ايه يا جماعة، هو احنا في سنة كام؟ احنا في 2024. طب تعرفوا بقى ان في اثيوبيا هم في سنة غير السنة اللي احنا فيها حاليا احنا في سنة 2024، لكن هم في سنة 2016 او 2017. ازيكم عاملين ايه؟ انا منى جمال، والنهارده هنتكلم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك. اثيوبيا بتستخدم تقويم خاص بيها وهو التقويم الاثيوبي. التقويم الاثيوبي ده بيكون في فرق بينه وبين التقويم الميلادي اللي احنا بنستخدمه، والفرق بيكون حوالي من 7 ل 8 سنين. ايه بقى حكاية التقويم الاثيوبي ده؟ التقويم الاثيوبي ده هو بيكون 13 شهر بالظبط كده زي ما سمعتوني، 13 شهر في 12 شهر، كل شهر منهم ب 30 يوم، وبيكون معروف باسم باغومي اللي بيتكون من 5 ايام ل 6 ايام في السنة الكبيسة. طب ايه بقى السبب في كل ده؟ السبب ان اثيوبيا بتستخدم التقويم القديم اللي بيكون مرتبط بالتقويم القبطي اللي هو على اساسه الحسابات الفلكية، اللي بيكون مختلف تماما عن التقويم اللي احنا بنستخدمه. والسبب التاني ان اثيوبيا ما قامتش بالتعديلات اللي اتعملت على التقويم الميلادي اللي احنا برضو بنستخدمه. طب هل كل ده بيأثر عليهم؟ في الحقيقة هم متعودين على الموضوع جدا وعايشين حياتهم بشكل طبيعي جدا بالتقويم بتاعهم، وكمان ده جزء من هوايتهم وثقافتهم اللي مميزاهم عن العالم كله. وفي النهاية ممكن تكون اثيوبيا في سنة غير السنة اللي احنا فيها، بس ده مش بيأثر عليهم بالسلب، بل بالعكس ده من التنوع الجميل اللي موجود في العالم. وانتوا بقى من وجهة نظركم في النهاية احنا نستخدم التقويم اللي اثيوبيا بتستخدمه اللي هو التقويم الاثيوبي، ولا نفضل زي ما احنا على التقويم الميلادي؟ وبس كده، دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج شبابيك.